السلام عليكم اصدقائي، رجعنا لكم من جديد في حلقه جديده من اخبار ريال مدريد. اليوم غادي نهضروا على القائمه اللي اعلن عليها المدرب تشابي الونسو لمواجهه فالنسيا غدا السبت في الجوله 11 من الدوري الاسباني. ولكن المفاجاه الكبيره هي غيابات وازنه ممكن تاثر بزاف على الماتش، خصوصا وان الريال مدريد دخل على مرحله صعيبه من الموسم. يلا خليك معايا حتى الاخر باش تعرف شكون تعيط عليه وشكون غيغيب وشنو كيدور في الكواليس ديال النادي الملكي. المدرب خرج بالقائمه الرسميه ديال الماتش ضد فالنسيا اللي غادي تلعب في ملعب سانتياغو برنابيو. حراسه عندنا كورتوا، فران جونزاليز وسيرجيو ميستري. كورتوا يلاه راجع من الاصابه، ولكن باقي ما معروف واش غادي يبدا رسمي ولا لا، وغالبا الونسو غادي يدخل فران جونزاليز باش ما يغامرش بكورتوا بزاف. في الدفاع كاين ميليتاو، ارنولد، اسينسيو، كاريراس، غارسيا، ميندي وشاوستين. الونسو خاصو يوازن في الدفاع خصوصا مع غياب الاسماء الثقيله. ميليتاو غادي يكون القائد في الدفاع ومرشح يلعب اساسي بنسبه كبيره. الوسط فيه طاقات قويه بزاف: بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي، تشاوميني، غولر وداني سيبايوس. بيلينغهام كيبقى النجم ديال ريال مدريد هذا الموسم، كل ماتش كيدير الفرق وكيجيب اهداف من والو، وغولر راجع هو الاخر وكيبين مستوى واعر بزاف. اما الهجوم فيه فينيسيوس جونيور، رودريغو، جونزالو، غارسيا، ابراهيم دياز ومبابي واندريك صغير اللي كيبين شخصيه كبيره فوق الميدان. فينيسيوس غادي يكون مفتاح الهجوم خصوصا ضد دفاع فالنسيا اللي معروف بالقساوه والضغط العالي، ورودريغو خاصو يرجع للتسجيل باش يرفع المعنويات ديالو. ولكن المفاجاه الكبيره هي الغيابات ديال انطونيو رودريغير، داني كارفاخال، دافيد الابا واندري لونين. رباعي مهم بزاف غيغيب، خصوصا رودريغير وكارفاخال اللي كيعطيو توازن كبير في الدفاع. غيابهم ممكن يخلق صعوبات كبيره ضد فالنسيا اللي معروف بفريق صعب ومقاتل. اذا اصدقائي، هذه هي القائمه الرسميه للريال مدريد ضد فالنسيا، فين شفنا الغيابات والتشكيله وتحليل خفيف قبل الماتش. قولوا لي في الكومونتير شنو التوقع ديالكم للنتيجه وشكون كتشوفوا خاصو يبدا اساسي. ما تنساوش لايك والاشتراك باش توصلكم اخر اخبار ريال مدريد والعالم الكروي كامل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.